بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. كنت نسمع في نهارين هذوما بعد إقصاء منتخبنا من البطولة الإفريقية، الإقصاء المؤسف طبعا اللي توا أغلب الشعب التونسي مريض بسبب هذا الإقصاء المخزي. لكن اللي يقلق أكثر مش الإقصاء، لأنه هذه كرة، الأيام دول، يوم لك ويوم عليك، ولو احنا اللي علينا أكثر من اللي لنا بصراحة. تمام. المهم أنا جست حبيت نقول كلمتين في خصوص ما يدور في الإعلام الرياضي في الأيامات. قبل الفيديو هذا أنا عملت مقطع حكيت فيه، قلت المشكلة الكبرى في الكرة التونسية هي قبل ما تكون الملاعب، وقبل ما تكون العنف في الملاعب، وقبل ما يكون الغازون، وقبل ما يكون المرافق الرياضية بصفة عامة والإدارة وإلى آخره. هذا كل موجود منه، هذا كل صحيح، هذا كل صحيح. لكن فما حاجة أخطر من هذا الكل، اللي هي العقلية. كي تسمع نهارين ما يدور في البلاتوات التلفزية والإذاعات والحوارات اللي تدور، شيء يأكد مع الأسف الكلام اللي قلته في المقطع السابق. على سبيل المثال القربي، كريم العواضي، يوسف المويهبي، بعض المنشطين، يعني شوف هذوما اتيتر ديكزامبل، لكن بصراحة نسبة تفوق 90%. كلهم اتفقوا على كون تونس تفتقر إلى المواهب، ومش ممكن مقارعة المنتخبات الكبرى في إفريقيا مثل السنغال، مثل الكاميرون، مثل نيجيريا، غانا، المغرب، وبدرجة أقل مصر، وطبعا الجزائر. قلت لكم مشكلتنا قبل ما تكون ملاعب ولوجيستيكس، إمكانيات لوجستية وإدارة، هي مشكلة عقلية. الله غالب تربينا أو بالأحرى هذا الجيل من الرياضيين والمحللين الرياضيين والإعلاميين تربوا في ثقافة الخوف واستصغار الذات واستنقاص الذات. وأنا ضربت مثل بمنتخب مصر تحت قيادة المدرب حسن شحاتة، اللي أنا بالمناسبة حسن شحاتة هذا يعني كان يعملوا له تمثال في مصر وشوية فيها. عليه؟ على خاطر هذا الرجل بمنتخب من المحليين. صحيح كانوا نجوم في النادي الأهلي، كيما أبو تريكة، عماد متعب، بركات، سيد معوض، الحضري، أو نجوم الزمالك في تلك الفترة. كان الزمالك قوي، عمرو زكي مثلا، حازم إمام، محمود فتح الله، يعني نخبة أساسها الأهلي والزمالك. فصحيح كانت فما نخبة من النجوم الكبار، ولكن يبقوا محليين، وانتصروا على منتخبات إفريقية اللي فيها محترفين أقوى ياسر من الموجودين حاليا في المنتخبات الإفريقية المعروفة. دروغبا، إيتو، أوكوشا وما أدراك، اللي أنا نعتبره مارادونا إفريقيا، جي أوكوشا وما أدراك، جيان، يعني لاعبين تسمي واحد تنسى الآخر. وانتصر عليهم حسن شحاتة بمنتخب من المحليين فيه لاعب شبه محترف، ما نعتبروش محترف، محمد زيدان، كان محترف في فريق، نسيت الفريق، ولكن فريق أوروبي متوسط، يعني مثل حال لاعبين التونسيين حاليا. هذا المنتخب المصري بهؤلاء المحليين قهر كبار إفريقيا المدججين بالنجوم العالميين. علاش؟ لأنه آمنوا أولا أن الرياضة إذا نحينا منها التنافس والروح القتالية انتهت الرياضة. شنو هي الرياضة؟ شنو هي مبادئ الأولمبية أصلا؟
انه الضعيف ممكن ينتصر على القوي، وانه الشخص اللي على قده وعضلاته على قده ينتصر على الشخص المفتول العضلات، بروح التحدي وبالتحضير وبالتخطيط السليم. هذا هو الصحيح. لمويهبي مثلا ولا كريم العواضي شي يقول لك؟ يقول لك احنا ما عناش نجوم كبار يحترفوا في السيتي ويحترفوا في كبريات الفرق الأوروبية باش نجموا نقارعوا هذا. ياسي المويهبي وياسي العواضي، علاش هالروح الانكسارية؟ علاش هالعقلية؟ علاش ما نلومكمش؟ تربيتوا عند مدربين وفي جو وفي ثقافة وفي صحافة وفي إعلام، يعني حاج الروح في الروح الانهزامية تزرعت في العروق مزرقينها. ما نلومكمش. حسن شحاتة المصري لو كان بنفس عقليتكم مصر ما توصلش. مش مرة نقولوا حالة استثنائية، غلطة. هذه بطولة افريقيا ل 2006، ايبال اللي بعدها 2008 ربحتها مصر. هنا ايش تقول؟ ما زلت نجم تقول تحكي غلطة او صدفة؟ برا نقولوا هذه من عجائب الدهر اللي لا يمكن ان تتكرر. اوكي، و2010 هزوا 2006 و2008 و2010 ربحتها مصر بالمحليين. هنا مازلت نجم تقول حاجة، مازلت نجم تحل فمك. إذا السر واضح، الروح الانتصارية، الروح الوطنية، القليب، التخطيط، العمل. لأنه الروح الانتصارية والقليب والرغبة وحدهم ما يكفيوش للأمانة، لكن كان فما تخطيط وكان فما عمل كبير سواء على مستوى الأندية النادي الأهلي والزمالك، وتواصل العمل هذا في النادي الأهلي المصري وما تواصلش في النادي الزمالك. هذاك علاش أموره تعبت وحاله من حال أغلب الفرق التونسية حاليا. يعني إذا تتوفر هذه العوامل، الرغبة والروح والعمل والتخطيط، ينجح المنتخب. ونزيدكم من الشعر بيت، هذا الفريق العظيم اللي فاز ببطولة افريقيا 3 مرات متتالية ما شاء الله، فما حادثة تاريخية يمكن تنسات توا، وهي اللي في رأيي كانت الانطلاقة لبناء هذا المنتخب العظيم التاريخي في تاريخ الكرة المصرية. وهي أن أول بطولة ربحوها، طبعا مش أول بطولة في تاريخ مصر، ولكن أول بطولة في سلسلة ال3 بطولات هذه، اللي هي بطولة 2006، اللي في فترة التصفيات لهذه البطولة، فترة المجموعات، لعبت تونس ومصر مقابلة الذهاب في مصر، وانتصرت تونس بنتيجة 2-1. أهداف تونس سجلهم هيكل قمامدية، ومصر سجل لها ميدو بالراس. وقتها منتخب مصر كان هو النواة للمنتخب الكبير اللي ربحها 2006 و8 و10. كان فيها بوتريكا وبركات والحضري وميدو وجل اللاعبين اللي كونوا لاحقا يعني المنتخب اللي فاز ببطولة 2006، يعني اللي هي في إطار نفس التصفيات اللي حكينا عليها. يعني الماتشوات تلعبوا في إطار تصفيات للبطولة اللي فازت بها لاحقا مصر. الملفت للنظر أنه بعد هزيمة منتخب مصر في مصر وأمام جماهيره ب2-1 أمام المنتخب التونسي اللي كان يقوده روجي لومير ومصر تحت قيادة حسن شحاتة، تتلعب بعد مدة مقابلة الإياب في رادس، وتنتصر مصر بنتيجة 3-0 على تونس. هنا انت تفيق، او هذا مؤشر لشنو حسب رايك؟ مؤشر انه هذا المنتخب صلح من نفسه وخدموا على النواحي خاصة المعنوية، الروح القتالية، روح التحدي، صلحوا أخطائهم، وتحت قيادة مدرب وطني اللي كان نجم كبير أولا حسن شحاتة في الزمالك المصري، وعرف كيفاش يحفز اللاعبين
نتاعو، لانه في ان سارتان مومون راهو ما يكفيش مدرب عالمي كبير. احنا كان يقودنا روجي لومير اللي في تلك الفتره فايز ببطوله افريقيا، والمدرب الوحيد اللي جمع بطولتين قاريتين، بطوله اوروبا وبطوله افريقيا، ومدرب مساعد فاز بكاس العالم. اما مش حكايه ما عندناش لاعبين كبار كيما المغرب والجزائر والسنغال والكامرون وكذا. انا نحب نسالك سي المويهبي وسي العواضي وغيركم، مش لوحدكم، يعني الاعلام التونسي، الفنيين التونسيين، ولو انا عارف انه الفيديو هذا مش باش يوصل لكم، لكن من يدري، لعل يوصل لكم. اش عملت؟ نحب نسال. تو انتوما تقولوا احنا ما ننجحوش في افريقيا، نظرا لي ما عندناش لاعبين كيما المنتخبات هذه اللي سميتها لكم. انا سؤالي ليكم، المنتخب المغربي والجزائري مثلا اتيتر ديكزامبل، عندهم طول اعمارهم كان عندهم المحترفين الكبار، طول اعمارهم من ايامات التلفزه البيضاء والكحل. اش عملوا به على مستوى افريقيا نحكي؟ باستثناء النجاحات المغربيه الاخيره اللي هي توا في سواء على مستوى كاس العالم وصلوا لانكار دو فينال، ولا توا على مستوى المنتخبات الكل الشبان وكل يعني فازوا بكأس العالم دائما في الأدوار المتقدمة. لكن قبل ذلك شنو تاريخ المغرب في بطولة أفريقيا؟ بطولة وحيدة. كيفنا كيفهم. شنو تاريخ الجزائر بمحترفيها على امتداد التاريخ في بطولة أفريقيا؟ بطولتين، الثانية مؤخرا في 2017 لما اجتمع التخطيط والدعم مع المواهب. وبالمقابل نلقاو منتخب مصر اللي طول عمره يلعب باللاعبين المحليين إلى حدود ظهور جيل صلاح ومرموش، فاز بالبطولة هذه 7 مرات. نقولوا يا سيدي في بداية البطولة في أولها ما كانوش يشاركوا برشا، كانت تشارك الدول المؤسسة للاتحاد الأفريقي اللي هي مصر والسودان وأثيوبيا، من تقريبا من 57 للعام 62. ربحت مصر 3 مرات تنظمت البطولة، ربحت مصر منهم مرتين. ونقولوا الأخرين الفترة متاع عيسى حياته، معناتها هذا الكلام اللي قاعد يتردد انه عيسى حياته كان يجامل خلينا نقولوا في المنتخب المصري، كما توا المنتخب المغربي قاعد يتجامل بفضل قوة فوزي لقجع والشخصيات رياضية مغربية نافذة في الاتحاد الافريقي. ما عليناش هذيك، شوف هذيك ما تلومش، راهو كل بلاد تخدمها رجالها. احنا كان عنا بوشماوي طيرناه، الله يسامح وديع الجيري والله يفرج عليه في نفس الوقت. طيب نقولوا 7 بطولات، منهم بطولتين في البدايات كان عدد المشاركين 3 و4، ونقولوا بطولة ولا 2 من يعني جاملهم فيهم عيسى حياته. 7 حبيبي، 7 يعني فما 3 بطولات أخرين إذا مش 4. بينما قلت لك المغرب والجزائر بترسانة المحترفين في الخارج في طول تاريخهم فازوا بها مرة أو 2. إذن مرة أخرى الموضوع ماهوش موضوع عدد المحترفين كيما قاعد يروجوا الفنيين التوانسة اللي هما يدعيوا العقلانية، وقد كرهتها كلمة هذه العقلانية الواقعية يعني احنا توانسة واقعيين وعقلانيين. فما مثل تونسي يقولوا ينعم بو الشجاعة اللي تخلف الذل، انا نقول ينعم بو الواقعية والعقلانية اللي تخلف الذل والخوف والجبن. ما فماش في الرياضة عقلانية مبالغ فيها، العقلانية عندها مساراتها في الإعداد، في البرمجة، في التخطيط، في التدريب، هنا العقلانية. لكن وقت اللي تهبط 11 كونتر 11 فما إمكانياتك البدنية والفنية والروح والقليب والرجلة هاوش فما. إذا الخلاصة الموضوع يسي مويهبي
وياسين العواضي ويا كلكم انتم جماعه اللي تبداو في الاستوديوهات تميلوا في روسكم هكا وشعركم واقف فهمني. احنا مش ممكن يكون عندنا يعني ما نجموش نقارعوا هذوما. شبيك واحد يلعب علاش تنحي بربي وقتاش تتخلصوا من الانهزاميه، وقتاش تتخلصوا من الذل ولغه اللي تم ولغه نهار كل انتم حاقرين رواحكم حتى حقروكم حتى عفسوكم كل خلق ربي عليه. عنا اولاد وليدات حنا بعد جاكم شويه، الغربي جاكم شويه، اليساعد جاكم شويه، ومازال الخير القدام يعني مازال ان شاء الله وليدات اخرين يلتحقوا بهذا، وان شاء الله ساعه ما تقع لهمش صدمه بعد الخور اللي خرجها نهارين بعد بطوله افريقيا، ان شاء الله ما يبطلوش يقول لك فك علينا هذه. وحتى ديجا اللي هما جاوا توا ان شاء الله ما يندموش. واحد كيما حنا بعض تصريحاته الاخيره كانه هكا ندم في قرارة نفسه وربي يستر. واللي فاتك اغرب من مهازل الفنيين التونسيين، فريد بن بالقاسم اللي جايبينه توا يحلل في اسباب خيبه المنتخب التونسي في بطوله افريقيا الاخيره. انا مره نتذكر حاضر عليه مستدعينه في برنامج رياضي وكان في اطار بطوله افريقيا من سنوات قديمه شويه الحكايه، وكان عندنا ماتش مع نيجيريا ونيجيريا يعني وقتها في طنبكها، فعاد يسألوا فيه على طريقة اللعب، بس هو فني وخبير يعني كروي ومدرب، فقالوا له معناتها شرايك نلعبوا لها الهجوم ولا نسكروا ولا كيفاش فريد؟ قال لهم نلعبوا الهجوم مع نيجيريا هذه انتحار يعني الثقافة اللي حكينا عليها متاع الخوف يبدا يرقل من المنافس ويسكر التالي والبلوك الطايح ونعملوا الخطة. هو كي تجي تشوف سامي طرابلسي راهو فاقد شيء لا يعطيه، راهو من الناحية هذه ما تلومش عليه، هذاك الوسط اللي تربى فيه، هذيك المدرسة الكروية التونسية بعد سنة 78 اللي كان اللعب الهجومي هذاك كل مشى مع جيل عبد المجيد الشتالي وجيل 78 طارق وتميم والنايلي وغميذ وذويب وعقيد الله يرحمه الجيل هذاك والاخوين بن عزيزة. لا حول ولا قوة الا بالله. انتحار، قال لهم انتحار، مش تلعب الهجوم مع نيجيريا انتحار. مسكين عمره ما سمع اللي خير طريقة للدفاع هي الهجوم. وش عملنا بيه احنا؟ بربي ما عملوش مرة دراسة لوزارة الإشراف وهالجامعة ورا جامعة وهالفنيين وهالخبراء ما فكروش مرة يعملوا دراسة أساليب لعب المنتخب التونسي على امتداد مشاركاته في المسابقات القارية، وهذه الأساليب شنية النتائج اللي أعطتها لنا، وما استنتجوش هكا بارازار هكا صدفة اللي الأسلوب الدفاع المبالغ فيه عمره ما وصلنا لحتى نتيجة. يكون عندك دفاع قوي يعني منتخب قوي دفاعيا، أما يلعب الهجوم الدفاع القوي علاش هو هذاك الساس باش تبني عليه الهجمة، أما مش يصير الدفاع هو غاية في حد ذاته. كل ما لعبنا إنه الدفاع غاية في حد ذاته جينا على لوح على املك الهدف اللي الكره المشرولة ولا الكونتراتاك ولا تظاهر معانا، هذا الهدف اللي انتظرناه اكثر من 50 سنة من عام 78 توا وما جاش.